26. ونبداو بالمنتخب المغربي. نبدا معاك ايمن، اللي تفرجت البارح في المباراه. يعني وفي العادته المنتخب المغربي اللي تعودنا به قاعد يواصل فيه المنتخب المغربي، معناتها يعدل في الوقت هذاك وبعد يمشي الى ركلات الترجيح. معناتها مباراة كبيرة برشا 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 قدام هولندا كما قلت، اللي كانت أبرز المرشحين تقريبا في هذه الدورة للوصول للنهائي. أكيد منتخب الهولندي كان من لي بريتوندون او موان للكاريداس، معناتها فما شكون كان يرشحوا باش انه يكون معناتها في الفينال وغيره. انا للامانه المنتخب الهولندي منتخب ممتاز، ولكن كنت برشا. لا مش عاجبنيش برشا. فما خير الكاريداس، ما نكذبش عليك. فرنسا ما نعرفش انا، المغرب بيدها معناتها. انا من الاول حاطط المغرب وقت حتى كي مشيت الاذاعه بحذاكم تل ابيب قلت لهم المغرب عندي انا كاريداس بالحق. نجم تعاود نصف نهائي. اي قلت لهم انا كان معناتها ماشي بالحق، كان وصلش النهائي ينفوز الدومي فينال توتي بوسيبل يولي غاديك معناتها الناس كل تولي تخاف من الناس كل، معناتها تولي حسابات ومباريات في واحد بلاص صفر صفر. هكريت البارح معناتها، لكن البارح معناتها من ابرز الحاجات قبل ما ندخل لك شويه في الارقام، من الحاجات اللي خلتني معناتها نقول اللي بالحق المنتخب المغربي مشى الباليي اخر معناتها جوست هو في القاره الافريقيه ما حاجه اخرى معناتها في مستوى نتاع اقوى الفرق الامريكيه اللاتينيه والا الاوروبيه. لبس ثوب لبس المنتخبات القويه، الاوروبيه منتخب عالمي من الاخر. على خاطر شنو البارح كي ترى وقت ما ركت لها في 73 هاي معناتها مش وقت، مش ما عندكش برشا وقت، ما استوعبت الهدف وبراتيكمون ما عملت حتى اوكازيون معناتها، يمكن قبلها اوكازيون ولا زوز صحيح. وكيفاه البونتو صار وهو بيدو اللي يعدل، كان قد في بلاصه زيدي قد زيدي كانت لعب الكره ما يتمركزش البونتو، معناتها بونتو تاع اوبورتونيست مش خدمه كبيره في البونتو فهمت. من بعد ما نعرفش ما نقولش ديما نقول كان جات تونس، ولكن مش هذا. اي واحد كنا نجموا نراو في منتخب عربي افريقي كرات متشتته، كرات عاليه، لا ما تبدل حتى شيء من السيستم دو جو نتاع المنتخب المغربي بقياده محمد وهبي. قاعدوا يلعبوا كره اللوطه، هما بيدهم العناوي تعدى عليه الكره، يلعبوا على جناب يديكروشيهم، فماش مهاجم واضح سيباري ما يعطي حتى روبير للمدافعين نتاع هولندا. ورينا من بعدين كيفاش ديوب اللي طلع وفي طلعت وسجل الهدف بتوزيعه معناتها ما يسيتوا اليوم، مش توزيعه باش نوزعوا، خاطر نعرفوا احنا في كورتنا بعض ساعات يخلط البلاصه هذيك هما ليك يخلطوا الغاديك صحيح، كي يخلطوا للشيره نتاع الزون نتاع التوزيعه ما يوزعوش الا ما يكون فما شكون ولا باش تكون توزيعه مش لازم هوائيه، حتى بعض ساعات عباره تمريره يرجعوا يعاودوا فما سيكونس صارت في المباراه في الشوط الثاني، ما نعرفش يمكن قعدوا 3 دقائق شادين الكره، هولندا ما مسكتش الكره. ريت كيف احنا نلعبوا الهولندا، هولندا لعبت المغرب هكاك بلوك كلهم قدام الحارس، والله كان مش فير بروغن الحارس معناتها فرصه رحيمي راهو تصدي ممتاز جدا. الناس الكل قلنا يليه معناتها الكره يعطيوها العيناوي سنتينيل قدامهم، مدافعين عيناوي ترجع الديوب تمشي من العيناوي ترجع المزراوي، ما لقاو حتى انترفيو باش تعداو منه ما يزربوش فورس با الحل الوجودي كيف فماش يلقاو الحل نتاعهم. الصبر اللي ريتو البارح في المغرب راهو بالحق ارفوار. جوست نعطيك بعض الارقام ونمشي له خيان. امتلاك الكره معناتها 70% المغرب 30% الهولندا، هذا في حد ذاته انجاز ابار الترشح وغيره. نعطيك الاكس جي 1.38 للمغرب 0.24 لهولندا. بالنسبه نمشي لك شويه للي باس 879 تمريره المغاربه 371 براتيكمون فو ان دمي معناتها ولا اكثر شويه، معناتها هذم ارقام بعيده على بعضها. صحيح في 2 وشويه سامحني 700 واش 2 وشويه اكثر من شويه دونك قريب ل3 معناتها. هنا كنا ارقام كنا نراو فيهم هذوما. هولندا كان يعملوا على المنتخب صحيح تسديدات 11 منهم 5 مؤثره، هولندا اللي مسدله زوز وحده 6 شكون 6 منهم زوز مؤثرين منهم هدف. معناتها حقيقه البارح حتى اللي كان معناتها ماهوش مغروم بالمغرب البارح كوت كور معناتها بلغتنا والله بالحق. ما ليه معناتها العباد تحب فرنسا تحب هولندا تحب يا خويا هاو عندنا عباد كيفنا يفهمونا نفهمهم قد يعملوا في انجاز ممتاز وان شاء الله الابعد ما فما المغرب عندي ان شاء الله يا ربي توصل ابعد ما فما. مباراتها قدام كندا اللي لعبت لها في الكوب دي موند اللي فاتت وربحتها في 2 مباريات. كابتن المغرب ما عادش مفاجاه توا. من شيرة أخرى المنتخب الجزائري زاد كيف يستنى في مباراته قدام سويسرا. الجزائر من شيرة أخرى مش من المنتخبات معناتها اللي
مش كيما المغرب ما عادش تخاف حتى منتخب تلعب قدامه، يخافوا منها. الجزائريه اللي حسبوا حتى الجمهور الجزائري حسب في الترشح انه كي يلعبوا قدام سويسرا تكون مباراه اسهل، وعندهم مباراه قدام سويسرا. فما مع شويه مشاكل، سامحني كابتن قصيت عليك، في حراسه مرمى المنتخب الجزائري. فما القيمة الفنية الجماعية، فما الذكاء الجماعي. وقت المغرب تشد الكرة وتلعب ضد من اخترع الكرة الشاملة، تخش في توتال صحيح، من اخترع على بوسيسيون، ومن مصنع نتاع المواهب ومصنع المدربين في العالم، وتشدوا المغرب دون ان كوان، خاطر الناس ما تعرفش يحسبوها سهله، صعيبه باش تشد الكره وتدور بك الهدوء، اولمبيان بك الهدوء، لوسيديتي، وبعد شونجمون دو ريتم، اما ان ابيل ولا اون باس بروفوندور، مازالوا دقيقه كانت جات واحد اخر وزون بالونسي لي قعدوا كذا، وراو البارح البونتو كيفاش عيسى خذا الكره فات السنتر، بعد شعمل عاد صاحبه دخل، لا هو مشى وحده، مشى وحده 18 متر بصاحبه ما زادش الكوره، وباك السنتراج عزيز الغالي وماركا البونتو. ولهذا السبب اقول ان الحل يلقاه اللاعب وليس المدرب. يقولوا المدرب عنده الحل، لا اللاعبين امبارح لقاوه. المغرب يا هدى يلعبوا في ساحه الكبار، يجوا دون لا كور دي غران، انتهى. تاكيد لملحمه 22 المغرب اصبح كبير في العالم. وتو تشوفوا بعداش وقت قلت انا الريزرفوار نتاع المنتخبات هو اليو 16 يو 17 يو 20 شامبيون دي موند، مازالوا جايين. البارح الطالب يدخل حتى مازال يدخل. البارح شكون يخرج؟ خرج بوعادي ودياز والخنوس، واحد اخر ما يخرجهمش. معناها دخل جسيم 20 ولا صحيح الريتم اللي عطاوه الريشاس اللي عندهم يا ناس، التكنيك اللي عند المغاربه ما عند حتى حد، تكنيك موفمون ولا تكنيك واحد. دونك معناها باقي نقول لو ماروك il joue dans la cour des grands points final. معناها ما عادش سي فيني بالي اخر ما عاد حتى حد، فهمتني ولا؟ والحاجه اللي عجبتني مزراوي البارح واش قال؟ ولا مباراه عداها، قال فرحنا كأننا هزينا كاس العالم، ولكن الفورستي امبل راهو عندنا ماتش صعيب مع الكندا، انتهى شيخه انتهت توا نحضروا، وهذا هي من شيمه الفرق الكبار. معناها مشان امبل دون لا فيكتوار صح، لا امبل دون لا فيكتوار ما فماش حقرانيه، مش خاطر ربحوا ولا عملوا انا مع البرازيل، خاطر اللي جاي اصعب والكندا اصعب، واحنا ماشيين في كل واحد اصعب. نمشيو للجزائر. الجزائر توا بدات توا المغرب بدا 2006 2009 جو كروا 2006 الاكاديمي محمد سيس بدات 2006 ودشنوا 2009 صافي 20 ans نستخدم. اعطينا الحظوظ كابتن من غير مقارنات. لا لازم نقارن. انت قلت لي شو الجزائر وكذا، لازمني نقارن كابتن. لا قلت لك على الحظوظ، زاد الجزائر قدام سويسرا. انا عمري ما نعطي حظوظ، انهم خاطر الكره ما فيهاش امان. نجم تكون قوي وفي نهار تبدا معناها تطيح وتخسر ماتش، وتبدا ضعيف وتربح ماتش. دونك الحظوظ متساويه، خاطر احنا في كاس العالم وصلنا توا بريسك شو احنا في الان سيزيام وبعدين عمور مش عمال تصعاب. دونك بالنسبه لي انا 50-50. خلي المنتخب الجزائري يتقابل مع المنتخب السويسري، وكيف ما قلت معناتها بعد بهدف التعادل اللي سجلته النمسا، بعد على المنتخب الاسباني في هذا الدور. حظوظه كيفاش نجم تكون حتى المرور لدور 16؟ باش نكونوا منطقيين. اللي يحب يترشح بالمنطق انت لا تهرب منها، لان تحب تترشح وتحب توري بيرفورمانس باهيه وتحب توصل وكذا، يلزمك تلعب ضد الكل اللي باش يجيك من غير ما تحسب. الجزائر حسبت، ولعل الحساب هذاك ما يمشيش معه، ونتمنى انه يمشي. علاش ما يمشيش معه؟ لانه كي تشوف اسبانيا كيفاش وقفت قدام الكاب فيردي، حبست كومبليتمون. معناها فما معناها راهي اسبانيا زاده برنابل، نجم انت تمشي معها كيما عملت باراغواي امبارح مع المانيا، مشيتها للاخر. دونك سويسرا
سويسرا قريبه شو اسمه تلعب شويه سير بلون فيزيك، يلعبوا ما عندهمش ملاعبيه كبار برشا برشا برشا، لكن ستين ايكيب ريسبكتي، دونك عندها تقاليد تاع كره قدم، عندها عمليه تجديد في المنتخب، والتجديد هذا ماشي تو باش يبدا يعطي الثمار نتاعو. معناها خرج جيل في اليورو اللي فات، دخل جيل اخر، معناها مباراه مش باش تكون سهله، خاصه انه الجزائر عليها ضغط جماهيري كبير برشا. فما الجمهور راه مش قابل البريستاسيون نتاع ليكيب ناسيونال الى حد الان، ولو ترشح الجمهور طالب مخير، الجمهور يشوف اللي فنيا المنتخب قادر مع مخير، مدرب باش يقعد مش يقعد لو عنده تاثير، لانه ليزيكو تدور وفما مطالبات من الجماهير وفما ناس تبروبوزي في شكون وغيره كذا كذا، هذا كل يمثل ضغط على اللاعبين، ضغط على المدرب. دونك الجزائر المباراة هذه ماهيش باش تخرج من ضغط مباراة الأردن اللي ترشح فيها، دونك معناها باش تكون مباراة صعيبة. الحظوظ الحقيقة كان معنا مع الكابتن 50-50، لأنه حقيقة الميدان حقيقة أخرى في الوضع العام. نحبوا نشوفوا توا الخيار الرياضي اللي اختارته الجزائر يوصلها أو ما يوصلهاش، وإمكانيات موضوعة على طاولة شنية. والله بارك الله فيك، سامحني على باش نختموا كابتن معاك في الموضوع هذا. أنا أتمنى نرجعوا ما معنى تحط القوي مع القوي، الصغار كادي النخبه مع النخبه، جونيور يلعبوا نشوف 12-0 مش معقول، وذيك الدنيا معناها. اهم حاجه من حق فيدريدو كنا قبل نشوفوا هذوكم محلاه حتى هما يتستنسوا بالجمهور، اكيد احنا استخدمنا عليه قبل مباراه سينيور، جزء من التكوين نتاعو. اي صحيح، سي تري امبورتون. قلنا نتفرجوا يجيو العباد تجي بكري للاستاد، وما كنت ماشي رات بدا ديربي باغ اكزومبل تمشي قبل بساعتين وثلاث، تغزروا لبعضكم، وما يحطوا ماتش صحيح تاع جونيور نتاع يو 23 ما نعرفش اللي انت واللي كاتوجي موجودين، والعباد تكون تستمتع وحتى هما يستفيدوا من الوليدات. ما عندناش ملاعب رادس، هو بيدو اللي تلعب، هو بيدو عليه ضغط يلعب فيه الافريقي مثلا رادس والترجي، وتلعب زيد يلعب زوج مباريات. قبل كان عندنا المنزه برك وعملناها. لا سامحني، كانت عندنا المنزه وكانت عندنا الملاعب موجودين، حتى ما تخزرش انت حدك العاصمه. شوف بقيه مناطق الجمهوريه كلها عندك في تطويق. لا عندهم ملاعب ولا عندهم ملاعب موجوده وعشب طبيعي مش عشب اصطناعي يلعبوا. كانت الملاعب متوفره، تو ما عادش فما ملاعب. برشا مواضيع محطوطه على مثلا خطير. لا والمساعدين نتاعو الملاعب مش من مشمولات المدير الفني. لا الوزاره نحكي لك الوزاره اكيد. اما اكيد انه برشا محطوطين على طاوله الموضوع هذا كل مره نفرروا حاجه اخرى. حكيتوا فيه البارح، تصور هو حكيتوا فيه البارح برشا، اليوم زاد كنا نجموا نزيدوا نحكيوا فيه حتى الاخر الحصه، لكن خلينا نرجعوا للاستوديو المونديال. ومرحبا بكم خوتي بعد مشاهدتنا لهذا الفيديو. كنتمنى انه يكون قد نال الاعجاب ديالكم، ومره اخرى 1.5 مليون مبروك لابناء بلدي، لابناء المملكه المغربيه الشريفه، انتصارهم الجديد. خوتي الى هنا ينتهي هذا الفيديو، تحياتي لكم، ومره اخرى 1.5 مليون مبروك لابناء بلدي، للمنتخب الوطني المغربي. والى فيديو اخر باذن الله تعالى نلتقي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته.